عاد الجدل ليثار من جديد في الشارع الرياضي الجزائري فيما بات يعرف بقضية الأبناء المعوقين لنجوم منتخب الجزائر لكرة القدم للثمانينات بعد تماطل وزارة الشباب والرياضة في التكفل بقضيتهم. وكان عدد من لاعبي منتخب الثمانينات قد أثاروا قضية احتمال إعطائهم عقاقير منشطة من طرف الأطباء الروس الذين كانوا يشرفون على المنتخب في تلك الفترة، ما نتج عنه انعكاسات خطيرة تمثلت في إنجابهم لأطفال معوقين. ولعل ما جعل شكوك حوالي 7 لاعبين منهم قاسي السعيد، شعيب، مناد وتلمساني تتزايد هو ما كشف عنه أحد أعضاء الطاقم الطبي لمنتخب كرة القدم آنذاك ورئيس اللجنة الأولمبية حاليا الدكتور رشيد حنيفي، الذي قال إن الأطباء الروس منعوه من الاطلاع على الملفات الطبية للاعبين. تأسف يعني على الشيء اللي صار لما نشوفوه تقريبا 7 أو 8 من اللاعبين اللي كانوا يمارسوا في نفس الفريق في نفس الوقت ويعانيوا بنفس المشاكل. يعني تقريبا نقولوا يصعب علينا باش نقولوا انها صدفه. فعلا كان طبيب روسي عمل معايا، ولكن عمل معايا مده 2 أو 3 فقط في 81، وبعد كي شفت انا باللي الطبيب والمدرب يحبوا يعملوا وحدهم يعني وما يخليوش الطبيب الجزائري يطلع على الملف الطبي، تقدمت باستقالتي ومشيت يعني خليتهم. وقد ذهب البعض حتى إلى التشكيك في النتائج الباهرة التي حققتها كرة القدم الجزائرية خاصة في مونديال 82، غير أن الدكتور رشيد حنيفي أكد أن احتمال إعطاء أدوية وعقاقير للاعبين كان منذ العام 86 وليس قبل ذلك. لا إذا كان فيه منشطات ما كانش في 82 أولا المدربين اللي مشاو في 82 وحتى الطبيب اللي مشى في 82 الجزائريين، بحيث روغوف تنحى من قبل به بالطبيب الروسي تاعو، مشى محيدين خلف مع رشيد مخلوفي وطبيب جزائري كذلك. في هذاك الوقت ما كانش المنشطات، قلت فقط باللي شفت بأنه المدرب الروسي يحب يعمل مع الاطباء الروسيين، ما يعطيش ثقه للاطباء الجزائريين. الشيء اللي خلاه كي رجع الخطره الثانيه بعد 86 جاب طبيب معاه وخدم مده اطول مع طبيب اللي قلت لك انا من اختصاص الكيمياء. هذا نتساءل انا في بعض الاحيان نقول علاش اختصاصي الكيمياء في الفريق الوطني. بغض النظر عن المتسبب في هذه المشكلة واحتمال وجودها من عدمها أصلا، فإن المؤكد أن مجموعة من اللاعبين يعانون اجتماعيا مع أبنائهم المعوقين، وبات واجبا على الدولة الجزائرية بحسب متتبعين مساعدتهم بكشف الحقيقة أولا والتكفل بهم اجتماعيا ثانيا، نظير ما قدموه للكرة الجزائرية.